بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتنا الجزائريين، السلام عليكم، مرحبا بكم من تبسة المغنية ومن الجزائر برج باجي المختار. الموضوع تاع اليوم هو حول الحصة المخزية اللي جازت في قناة الشروق حول التحرش. كما جرت العادة، اللي راح يحوس على المتعة والإثارة نقولوا له راك غلط في العنوان وخرج توت سويت، ومقاطع المتعة والإثارة كثيرة جدا ومتنوعة. الجلسة العائلية غير محبذة والمداخلات نتمنى إن شاء الله تكون في المستوى وخاصة عن علم وبصيرة. الهدف المعلن في قناة الشروق هو معالجة التحرش، ظاهرة التحرش. أما الأهداف الخفية فهي تشجيع التبرج والانحلال الخلقي، الطعن في الحجاب، ثالثا تأجيج وإشعال التحرش نفسه. رايحين إن شاء الله نديروا ملخص حول الحصة، ومن بعد نربطوا بين هذا الملخص وهذا النقاط الثلاثة اللي ذكرناها، ومع ذكر ملاحظة واحدة رئيسية وملاحظات عديدة، وفي الأخير خاتمة مهمة جدا. ملخص الموضوع هو أن قناة الشروق بدأت بروبورتاج حول بحث أمريكي داروه في الولايات المتحدة. جابوا امرأة متبرجة بلباس فاضح، دارت في شوارع مدينة أمريكية، وتعرضت كما قالوا هما ل100 تحرش في بضع ساعات. من بعد نفس المرأة الأمريكية داروا لها حجاب وجازت في نفس المناطق اللي جازت فيهم وما تعرضت لحتى تبرج. هذا الشق الثاني ما هدروش عليه قناة الشروق الخبيثة. علاش؟ لأنهم رايحين يوضحوا دور الحجاب في معالجة ظاهرة التحرش. هدروا ثاني على الروبورتاج اللي داروه في المغرب، كذلك نفس البحث الأمريكي، جابوا امرأة متبرجة في لباس فاضح ودارت في الزنا، وقالوا باللي تعرضت 300 تحرش، وقالوا باللي أن الفيديو صدم المغاربة وصدم العالم العربي وكذا وكذا وكذا. وهدروا كذلك على المظاهرات في مصر كونتر التحرش، وهي أكثر المواقع عرضة للتحرش، يعني هذه المظاهرات. من بعد ختموها بالبحث الجزائري، نفس التجربة عودوها هنا في الجزائر. جابوا بنت بلباس فاضح، فيزو أعز الله قدركم باش نكونوا واضحين، ودارت في شوارع الجزائر العاصمة، تعرضت للتحرش. ومن بعد داروا لها خمار بهذه الهيئة الفاضحة، وقالوا باللي التحرش يطال المحجبات وكأنها كانت محجبة. يعني عندما طال التحرش شبه المحجبات هدروا عليه. أما البحث الأمريكي تاع المرأة كما دارت حجاب وما تعرضت حتى تحرش ما هدروش عليه. المهم رانا جايين بعد هذا الآخر الروبورتاج، جاو للبلاطو، عرضوا إمام صحفي نفسانية وهذيك البنت اللي كانت تتجول في الشوارع. المهم أول ما بدات المذيعة قلت لها احكي لنا على التجربة اللي خضتيها. الملاحظة الرئيسية اللي هدرنا عليها هي تضخيم الظاهرة، ظاهرة التحرش، تضخيمها بصورة ملفتة للانتباه وبصورة مغرضة. علاش؟ باش يقدروا يمروا الرسائل الخبيثة تاعهم. علاش؟ لأنه يقول لك الكذاب باش يكذب كذبة واحدة لازم يكذب معها 100 كذبة. علاش؟ لأنه الكذبة وحدها تبان. دونك ils font ce qu'on appelle un contexte، سباق ولحاق، يعني يخلقوا الجو موان دوسون من تحت، تسليط الضوء، سوجي طابو، رايحين نقتحموا سوجي طابو، الموضوع فرض نفسه مش احنا اللي فرضناه، صدم المغاربة والعالم العربي، لأول مرة في الجزائر الظاهرة موجودة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، تنخر المجتمع في صمت، من الموسيقى التصويرية، موسيقى أفلام الأكشن كذا، اللي يسمع يقول هذا سوجي موضوع مثير جدا وخارق للعادة، وهو في أصله كلب انهش من جيفة. أعز الله قدركم. واش هو التحرش؟ هو كلب انهش من جيفة، ما هو موضوع لا مثير ولا أي شيء. ملي زدت وانا نشوف الفساق يتحرشوا بالفاسقات، يعني جعلوا منه موضوع. نقول لهم يعني بين قوسين أن الصحفيين الحقيقيين وسيادهم اقتحموا المافيا، انفلتراو لا مافيا، انفلتراو لا فرونماسونري، وتعرضوا للمطاردات والاغتيالات باش صوروا أمور صح خارقة للعادة ومثيرة
وجعلوا الناس صوروا دي ريتويال، صوروا دي ريتويال فيهم أقطاب العالم باش يعلموا الناس ويفهموهم العالم كيفاش راه يدور. أما نحن قضية حاش السامعين أعز الله قدركم الطوانب يأكلوا مزبل، هذا ما كان، ويتبعوا في الطوانب بالفيزي أربون طومبا طومبا، نقي الزبل يروحوا ينقرضوا الطوانب، نقي الزبل ينقرضوا الطوانب. يعني المهم باش ما نطولوش عليكم، في بلاطو أول ما وجهوا السؤال لهذيك المتبرجة قلت لها احكي لنا عن التجربة تاعك، وهذه في إطار التضخيم اللي هضروا عليه اللي هو الملاحظة الرئيسية، يعني كأنها خاضت تجربة خارقة للعادة، كأنها عمرها ما تجولت في الزنق، وكانت هذيك أول مرة دارت فيها في شوارع العاصمة في هذاك الروبورتاج، وكأننا عمرنا ما شفنا امرأة فاضحة تتجول في الزنق، غير هما اللي راهم معمرين الزنق والأسواق، غير هما. قلت لها احكي لنا على هذه التجربة، كأنها خاضت غمار حرب ضاروس، كأنها دارت اوبيراسيون كوموندو، كأنها مش عارف ميسيون سبيسيال جات من العراق ولا مش عارف، ولا تخدم في بلاك ووتر ولا ما على باليش. المهم بدات تجاوب، قلت لهم بون كذا وكذا، وكلمه بالفرنسي وكلمه بالعربيه، ومن بعد وجهت السؤال لهذاك الامام، قالت له واش رايك في ظاهره التحرش؟ يعني حتى ظاهره التحرش لازم لها، انا محتاجين الاراء ورانا محتاجين الديمقراطيه فيها وكذا وكذا. المهم قالها باللي الناس راهي تشوف في المراه وليمه فراش والفراغ الروحي والفراغ الديني وكذا وكذا وكذا. طيب انني نسمع فيه وراني نتخيل واش رايح يقول. المهم ومن بعد ما هدرش كاع على الشق الثاني، يعني عمود الموضوع ما هدرش عليه اللي هو التبرج، هو عمود الموضوع. يعني عندنا الشق الاول الفراغ والبعد عن الدين، والقسم الرئيسي هو لا هدر على ليسونس وما هدرش على النار. ومن بعد قلت له باللي هذه المتبرجه نفسها المذيعه، يعني قلت له هذه المتبرجه نفسها راهي تقول باللي المراه لو كان ما تكونش في هيئه معينه وضعيه معينه ولد الناس ما يخلطش فيها، ما تجاوبش على السؤال. وللمره الثالثه طرحت عليه نفس الفكره، والله ما جاوب على السؤال. حصه كومبلي قوجه حصه ما ذكرش كلمه تبرج. الوحيد اللي هدر مليح هو المحامي، يعني في هذا الموضوع قال صراحه باللي كاين شي نساء اللي هي تحب الناس تتحرش بها، وهذيك النفسانيه تقطع فيه وتخبط خطأ عشواء ذات اليمين وذات الشمال. المهم هذاك الإمام هذاك أصدق هو أجهل واحد بالدين ثم. وش قال لهم؟ قال لهم حقيقة المرأة جميلة وفاتنة، وهذا ما رغب فيه الدين للزواج، وذكر الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لجمالها، وهذا ذكر للحال ماهوش حكم، ذكر للحال، مثل قول الله تعالى عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، يعني ذكر الواقع، سرد الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم أسرد الحال الذي هو عليه الناس ثم جاء بالحكم، فاظفر بذات الدين تربت يدك، فهو لا يفرق بين سرد الحال والحكم الشرعي. يعني قناة الشروق راح تجيب الشيخ فركوس، راح تجيب الشيخ عبد الغني عويسات ولا الشيخ الازهر، جابوا واحد بالطاقية والعباية بيضاء باش يعطوا الانطباع بالإقرار الديني على الهدرة الفارغة اللي راهم يهضروا فيها. هذا واش كاين؟ كونكوا الدين راه حاضر. المهم وثان من بين الملاحظات المتفرقة هي في عملية التحرش هذيك، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. نقولوا لهم لهذا المتحرشين كنزل بكم من هذا المستوى إلى الحضيض وإلى هذا الانحطاط، ما تذكرش اسم ربي في ذيك الموقعة النجسة، ما تذكرش اسم ربي، بالك كاع ما يذكرش ربي إلا في هذيك الموقعة النجسة يذكر الله يبارك. وش من بركة، وش من بركة. ومرة أنا شاهد عليها واحد واش يقول لها، يعني واحد أخرى قال لها تي ان نونج، يعني شفت الملائكة تاعها، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، شديدو الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على جبريل
سد الأفق من عظام خلقه، غطى السماء. هي مخلوقات لا تعصي الله، وهي مخلوقات قوية وكذا، وتروح تشبه فاسقة فاجرة بالملاك. المهم يعني باش ما نطولوش عليكم، الآن نربط هذا الموضوع بالنقاط الثلاثة. كيفاش يأجج التحرش ويشعله مع أنه ظاهره معالجة ظاهر التحرش؟ لأنه التحرش هو حيوانية وناتج عن حيوانية، وليس الكبت هو الذي يعالجه، إنما علاجه ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعني باختصار نزع الفتيل وفك الارتباط. كما تبعد ليسونس بعد النار، تو سامبلومون. بالعكس بعد النار هي الأولى. يعني تايا نهار اللي تنقي الزبل حاج السامعين وتنقي الشوارع ثم كينقرضوا أطوان، أعز الله قدركم. كيفاش يطعن في الحجاب؟ كملاحظات يعني واضحة جدا. ما هدروش على الشق الثاني في البحث الأمريكي وداروا لهذيك المتبرجة، داروا لها تشليقة على راسها مع ذاك اللباس الفاضح ويحصلوا في الحجاب. كيفاش يدعي ويشجع التبرج والانحلال الخلقي؟ هو بتبرئة ساحة التبرج، تو سامبلومون. يبرأ ساحة التبرج ويصور المتبرجة على أنها ضحية، وأن التحرش هو الموضوع الأساسي من الألف للياء، دو أ زد. الانحلال الخلقي هو مشكلة التحرش. يعني الناس، المشكلة أن الناس ما زالت تتبعهم هذا الإعلام الخبيث وما زالت الآخر. من بين الملاحظات الثانية اللي حاب نوجهها، في الحقيقة مع وجود هذوك الشهادات وفي حصص أخرى وفي قنوات أخرى، هذوك الشهادات هذوك حول التحرش نقدر نقولوا بلي أنه مشكلة التحرش عندهم هي مشكلة تنظيم التحرش. لأنه علاش تاهي تحط جيفة أعز الله قدركم في الطريق، تحط داندة 15 يومية تحت الشمس، تحوس ما ذبانة تحط عليها، ما ينهش منها كلب، ما تاكل منها طومبة، ما يحط فوقها غراب، ما يعني الموضوع مثير للتساؤل. تحس باللي هذا الإعلام راه يوجه في الموضوع في اتجاه معين وبالسيف. تحس باللي كاين تلاعب، جو دو مو، جو دو مان، جو دو كارت يعني، وهذا طبيعة الإعلام وهذا ديدانه. كيفاش الموضوع هو تنظيم التحرش؟ لأنه كل واحدة منهم هذوك المتبرجات اللي راهم يبيعوا رواحهم في الزنق بهذيك يعني يعرضوا رواحهم ديريكتومون، ومن جهة واحدة أخرى زعما راهم مجينيهم التحرش. واش راهم يحوسوا على تنظيم التحرش؟ علاش؟ لأنه كل واحدة منهم راهي تشوف في روحها هي أحق بالإطار وبمركز النفوذ ومراكز القوة، وخاصة الإطارات الأطباء، المدراء، كذا كذا كذا. وفي الطريق واش يلقاو هذوك اللي جان مساكن، يعني ضايعين مساكن، واحد سنانو طايحين من لا دروغ، واحد ما نعرفوش نابتلو في راسو من الهم وكذا وكذا. دونك راهم يحوسوا على تنظيم التحرش، بصح ما يقدروش يقولوها. صافي يضخموا الموضوع التحرش برمته ويدخلوا هذوك الأمور ويضربوا السداس في الخماس وكذا. المهم الخاتمة. قناة الشروق قناة مشبوهة جدا. إذا لاحظتوا أيها الإخوة، خير مواضيع حساسة جدا واللي تلعب على العاطفة ويضربوا في الانكونسيونس، يضربوا في العقل الباطن، موسيقى تصويرية كذا كذا، شوية لامس، بصح جامي يهضروا في أساس الموضوع. أي موضوع جبدوه وغير يحقق خير غير المواضيع اللي تجلب المشاهد وتضربه في العاطفة. الخيانة الزوجية، خطف وقتل الأطفال، هذا التحرش، السبيطارات، كذا كذا كذا. جامي يهضروا على أساس الموضوع وعموده. هضروا على اختطاف وقتل الأطفال، كاش مرة قالوا أنه الحل هو في إقامة حكم الإعدام، كاش مرة قالوها. وإذا قالوها يقولوها على لسان هكذا، يقول لك فلان طالب الحكومة بإلغاء تجميد عقوبة الإعدام وكذا وكذا بصفة عابرة.
دون فاسون فاك. الامور اللي يحبوها هما يركزوا عليها ويديروا عليها المندبه، ولكن الصح اذا ذكروه بسرعه جدا وكانه شيئا لم يكن. يهضروا لك على الخيانات الزوجيه ومن بعد غير يطلع الجينيريك يديروا لك مسلسل تاع ترك فيه حثالة العالم مليمين فيه القمامه تاع الدنيا اعز الله قدركم، ويجي هنايا يوكلنا ومن بعد يهضر لك على الخيانه الزوجيه. ما لكم كيف تحكمون؟ يهضر لك على الانحلال الخلقي ومن بعد يروح لاصحاب الكباريات اعز الله قدركم يجعلهم نجوم ويجعلهم مثل عليا، يروح لديارهم يصورهم باش يعطي صوره بلي انهم هذو ناس اسوياء ولا باس بهم وعندهم تي سيتوياسيون ونورمال، فواسي ما مير فواسي ما بيل سور كذا منا. يعني يدخلونا الكباريات لديارنا، يعني يشجعوا الناس باه يقتحموا هذا الحمى اعز الله قدركم. يصور لك اصحاب الكباريات على انهم ناس عاديين ومن بعد يهضر لي على الانحلال الخلقي. والمشكله الناس مازالت تتبعهم الناس مازالت تحط هذيك ال2000 هذيك وتشري بها هذاك الجورنال تاع الشروق. يعني هذا هو المشكل هو غباء الشعوب، راس مالهم للاسف هو غباء الشعوب. هذا هو راس مالهم، بلا غباء الشعوب ما يتحققش الوجود تاعهم. يعني وقالت مشبوهه جدا في طعنها العلماء، طعن العلم الشرعي، الوضعية تاعها تجاه بعض الأمور العالمية. تشوفهم داروا روبورتاج على الشيعة في عاشوراء تنخلع كيفاش يمجدوا هذيك المناسبة بطقوسها الشيطانية وممارساتها الدموية تاع المجوس هذوك. يعني قناة مشبوهة جدا. وزيد أمور ما همش حاضريني للأسف. يهضر لك على السبيطارات ما خلاوناش وكأنه الطباء هم المشكل الوحيد الأول والآخر. كاين طباء أقسم بالله العلي العظيم غير يشوفوا ماليهم مرة في الربع شهر هنا في زميرلي ولا في البليدة ولا غيرها. كاين طباء أقسم بالله العظيم يشوف أكثر من 100 مريض في يوم واحد. جامي يقول لك المشكل هو ثان في الشعب، المشكل ثان في الشعب وانا واحد من الشعب. علاش؟ لانه الصوله راهي عند الشعب. بكري كانت الصوله عند الدوله وكذا منا، دوكا مع الثورات وكلش لزوا شويه الشعب، دنا ولا الشعب وكذا مع الواقف. هذا هو الاعلام هذا مع الواقف. الصوله راهي للدوله راه مع الدوله، الصوله الشعب مع الشعب راه مع نظام كذا كذا كذا. يطيح هذاك النظام يبداو يسبوا فيه ويمدحوا في النظام الجديد، يطيح هذا النظام يسبوه وهي رايحه. كذبوا عليكم يا ناس، قالوا لكم باللي الإعلام هو السلطة الرابعة، هو السلطة الأولى. كنترول مايندز يسموه في الولايات المتحدة. قال لك كاين سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، هذو ثلاثة وهو الرابعة هو الأولى. ولا لاحظتوا يا أيها الإخوة أن موضوع التحرش هذايا بين عشية وضحاها الدنيا قاع بدات تحرش لاغسالمون، تحرش في الروس في الامريكان في مصر في الجزائر في المغرب في كاع تحرش لاغسالمون في كاع القنوات في الانترنت في الجرائد في كذا كذا كذا، كأنه موضوع وليد الأمس وليد اليوم. تحسوا باللي كاين مركز راه يبعث في الأوامر، كاين مركز راه ينسق عالمي، كاين مركز راه عنده لي غروند فيرم انترناسيونال بما فرخته في شتى البلدان الإسلامية بحيث يسيروا المجتمع في اتجاهات معينة. كيفاش؟ موضوع التحرش برمته ما يهدروش فيه على العمود تاعو اللي هو التبرج. على بالنا باللي الفراغ الديني والبعد عن الدين والفساق والفجار والفوايو على بالنا، بصح ما تهدرليش على العمود وجايب لي إمام دير لي في المسرحيات. المهم ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم خاوتنا، نتمنى ان شاء الله الرساله تكون وصلت. ندعي الناس ونحذرهم ما يروحوش لهذه القنوات الخبيثه، يستروا رواحهم. هذوك الناس المساكن المبتالين يروحوا ليهم ويفضحوهم وكذا. استروا رواحكم يا ناس،
اش تكلموا لك، على الاقل روح لهيئه محترمه، راهي كاينه الدوله، ولا روح لكاش عالم فرغ له قلبك يعطيك راي كذا كذا، تروح لعش الشيطان تفضح روحك. المهم خاوتنا لازم نبلغوا، لازم نحذروا من هذا الاعلام الخبيث، لازم ننشروا هذا التحذيرات على اوسع نطاق. ونتلاقاو بكم ان شاء الله في موضوع اخر. كاين بزاف مواضيع، خاصه هذاك الروبورتاج اللي درتو هذا القناه الخبيثه حول السبيطارات والاطباء، طعنوا فينا، طعنوا في امور اللي ما استاهلش، ما هضروش كالعاده على الحلول الرئيسيه والمشاكل الرئيسيه. المهم نلقاكم بخير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.